يا أهلا وسهلا. طيب يا أخوان، هذا الفيديو راح نسوي فكرة اللي هي شنو تقدر تشتري 25 ألف دينار عراقي بإسبانيا وتحديدا بمدريد. اوكي، انا سويتها قديما بس سويتها بالماني، بس حاليا نريد نشوفها باسبانيا وشنو تقدر تشتري بيها هاي ال 25 الف دينار عراقي. بس حاليا احنا صايرين بمدينه ملقا اللي صايره اقصى جنوب اسبانيا، يعني تقريبا صار على البحر المتوسط، فلازم نطلع لمدريد. مدريد تبعد علينا يعني وايد تبعد علينا، بس عندنا طياره النوب تقريبا ساعه راح نطلع من هذا المطار ونروح الى مدريد، وهناك لحتى نقدر نكمل الفلوج او الفيديو هذا مالتنا. هذا المطار اول مره اجي له انا، يعني مو كلش كبير وهمات مو صغير بس حلو، بس عندنا به فقط ترانزيت. فخلينا نشوف هنا اي بوابه اللي هي الطياره مالتنا. الطياره مالتنا هاي اللي هي من 17 و5 دقائق الى مدريد. رقم الرحله 50 يعني 5050. البوابه دي بس ما اعرف اي رقم، بعد ما كاتبين الرقم مالتنا. اما الان وصلنا مدينه مدريد وحاليا احنا داخل المطار، تويتني وصلت، فلازم نطلع للخارج نروح وبعدها اخذ باص او شوف مترو او قطار، شوف شنو اللي موجود، ناخذ مواصلات عامه لحتى نطلع لقلب المدينه. حاليا طلعنا من المطار، فلازم نعرف شلون نروح للهوست اللي انا بيه. على جوجل مابس طلعته يقول لي حاليا يبعد 38 دقيقة. بس قبل ما نسوي أي شيء لازم نعرف ال 25 ألف دينار عراقي ايش قد تسوي باليورو لحتى نقدر هنا نتصرف. ال 25 ألف دينار يسوي 17 يورو و49 سنت، يعني 17 يورو ونص. اوكي، فراح نصرف 17 يورو ونص يعني اللي هي تسوي 25 ألف دينار عراقي، ونشوف شنو الأشياء اللي راح نقدر نشتريها بهاي ال 17 يورو. هنا محطة المتروات، فلازم ناخذ تيكت من هاي الماكينة وبعدها نروح. أحد شيء اللغة الألمانية نوعا ما بأغلب دول أوروبا موجودة، هاي حاطين اللغة الألمانية بسبب الألمان يسافرون هواية فيعتمدوها. حال الإنجليزية موجودة هنا بالماكينات، ها يعني مو كشعوب تتكلم، لا بس بالماكينات أغلبها تلقى اللغة الألمانية موجودة. فلازم نقطع تيكت لحتى ناخذ مترو ونكمل طريقنا. خلينا نشوف شلون راح نقطع تيكت. للأمانة ما أعرف لها يعني، بس واحد أول شيء لازم يحاول. طبعا تاخذ فئة ال5 وال20 يورو وال10 يورو وال50 يورو، فنكتب اللي وين احنا نريد نروح. فالتيكتات هنا لها نوعين. النوع الأول هذا ب7 يورو اللي هو تستخدم بيه يقول لك فقط شو اسمه المترو، أوكي. واكو هذا اللي تستخدم به المترو كذلك الباص، فراح ناخذ هذا اعتقد ابو 11 يورو 60 سنت. الفلوس منه اوكي لحتى ناخذ التيكت. ليش طلعهن؟ خلين مرة ثانية. ليش حطيت ال50 يورو بس قاعد يرفضها؟ السبب ما ياخذ اقصى شيء 20 يورو، فلذلك لازم نستخدم شو اسمه الكريدت كارت، اوكي الماستر كارت عفوا، لازم نستخدمها لحتى نقدر نقطع. فنلجأ الى الخيار الثاني اللي هو الماستر كارت. فلذلك من المهم كلش اذا تريد تسافر مو فقط اوروبا لاي دوله، اوكي يعني تحط ببالك انك تسافر كذا مره لازم تحط يعني الماستر كارد لازم يكون عندك. لا مثل هيج حالات يعني هيج حاله يعني لازم تروح تصرف وتشوف لك محل واحد يصرف لك هيك شيء لحتى تقدر تشتري. بس لما يكون عندك ماستر كارد لا، مباشره تحط هنا وتشتري وتروح. اخذنا هذا الكارت مثل ما شفتوه اللي هو يمكن كان 11 يورو 60 سنت او هيك شيء، نسيت راح اكتب لكم اياه هنا. بس الميزه الحلوه بيه تستخدمه 10 مرات تقدر تستخدمه، وكذلك تقدر تعبيه، يعني مثل اللي موجود باسطنبول، اللي رايح لاسطنبول يعرف هذا الشيء انك تقدر تعبيه وتستخدمه. فاخذت هذا راح يكون اصرف النا. فاول 11 يورو من ال 17 يورو طارت للمواصلات. فخلينا نطلع هسه للمترو. فحاليا هاي المحطة اللي لازم نطلع لها اللي موجودة هنا، ما اعرف شنو اللفظ مالها بس هي نروح لها وبعدها لحتى هناك نحول ناخذ باص ونطلع للهوستل. طبعا
الحلو بالمحطة إنها نظيفة للأمانة، كلش نظيفة، مع العلم محطة مع القطارات، وكذلك يعني بالعاصمة. أوكي، هواي عالم يروحون ويجون هنا يستخدموها، بس مع ذلك إنه المحطة هاي كلش نظيفة. كنت داخل المترو فكنت اظن انه الدنيا برا ظلمه، اوكي، لان كنا تحت الارض، بس من طلعت فاجأت انه بعد الدنيا نهار. هذا شيء زين لحتى نقدر نصور شويه. فطالعين بهذا الشارع الى قدام النوب شيء 300 متر هيك لحتى نوصل الفندق. بس الحلو هنا الحيويه، انه العالم طالعين والشوارع همات مليانه بشر، اوكي، فهذا شيء حلو، لان هي مدينه نوعا ما تعتبر كذلك مدينه يعني شلون سياحيه، فيجوها العالم هنا. فكذلك المدن السياحيه تكون على الاغلب هيك تكون بها حركه. قاعد امشي وشفت هذا المحل يبيع ملابس رياضيه مال نادي ريال مدريد، اكيد بمدريد راح تشوف هيك محلات. بس خلينا نفوت جوا ونشوف ايش قد اسعار التيشيرتات والشورتات مالتهم، نشوفها غاليه لو رخيصه. فهاي اللي هي الدريسات، هذا التيشيرت مالت النادي، بس ايش قد السعر مالته؟ خلينا نشوف السعر مالته. يعني اسعار هاي غاليه ترى على فكره، هاي لا حد يتخيل ان اسعارهن رخيصات، يعني عادي اذا تلقى سعره شيء 100 دولار او اكثر، كلش طبيعي. شوفوا مثل هذا التيشيرت وحده السعر مالته ايش قد؟ 175 يورو السعر مالت التيشيرت وحده هذا، اوكي. فالاسعار هنا غاليه غاليه، انا اعرفها هاي الاشياء، يعني برشلونه مره شفتها همات غاليه، وحتى بالمانيا يعني اسعارها كلش غاليه. وهذا الشورت سعره 55 يورو مثل ما تشوفوه قدامكم. فالاسعار هنا مال الدريسات او الملابس الرياضيه مالت النادي كلش غاليه نار. تخيل تيشيرت واحده ب 175 يورو، اوكي، لان هاي كلها اصلي طبعا، تكون الماركات الاديداس وغيرها، يعني ماركاتها اصليه مو تقليد نهائي، مو تقليد، فلذلك تكون الاسعار مالتها كلش غاليه. الهوستل مالتي يعني الموقع مالته خرافي، صاير يعني بداخل مدريد، اوكي، يعني بمنطقه كلش حيويه. بس خلينا نشوفها من الداخل ان شاء الله همات يكون مرتب. بس هو بهاي المنطقه اللي احنا بيها حاليا، بس وين يعني اعتقد هنا يعني بهاي البنايات اللي حوالينا. فخلينا نشوف يا هو الهوستل مالتنا. هذا الهوستل اللي اني مأجر بيه، بس انه مو نفس الغرفه اللي اني اختاريتها على الانترنت على تطبيق البوكينج. اجيت هنا وللامانه ما تفاجئت، يعني صاروا وياي هوايه هاي الشغلات، انك تاجر فندق او هوستل وبعدها من تجي يعني تلقى الغرفه مو نفس اللي انت رديتها. طبعا الاجار ايش قد دفعت لها؟ السرير الواحد هنا الليله الواحده 20 يورو، انا مأجر 3 ليالي يعني 60 يورو بالليله، 20 على السرير، ها مو غرفه كامله، فقط سرير واحد. طيب يا اخوان، الان صارت الساعه بال9:30 بالليل، فلقيت مطعم عربي يبعد منا تقريبا شي 1.5 كيلو. راح نطلع على هذا المطعم ونروح نتعشى وبعدها ارجع انام، لان كلش تعبان للامانه. البارحه كنت بالشغل اصلا، اني البارحه كنت اشتغل والليل ما نمت تقريبا الى 12 بالليل، وقعدت ل5 الصبح وجيت هنا اسبانيا. فنروح ناكل وهم ناخذ طريقنا فره بالشوارع الى ان نرجع. فللامانه كبدايه مدريد حلوه، اوكي، تستحق الزياره، الشوارع مالتها الاجواء كلش حلوه. الان ساعه بال9:30 بالليل، بس مثل ما تشوفون انه ضوء، هاي طبعا بس بالصيف يصير نهار طويل، وكذلك الناس يعني يتجولون بكل مكان، موجودين عالم. فالمطعم اللي رايحين له بهذا الشارع نطلع به الى قدام، يعني خلصه وبعدها لحتى نلقى المطعم اللي رايحين له.
للامانه ما كنت اظن انه مدريد مدينه سياحيه لهاي الدرجه. يعني قبل كنت ماخذ نظره انه السياحه باسبانيا فقط برشلونه، بالاضافه الى مدن جنوب اسبانيا اللي هي مثل غرناطه، قرطبه او اشبيليه كذلك، همات هاي المدن. بس هسه من جهه طلع بيها يعني سياحه شيء مو طبيعي. يعني تشوف العالم هنا يعني، وخاصه الشباب، يعني الشباب اكثر من كبار العمر. هذا شيء غريب هنا، اول مره اشوف مدينه بيها سياحه والغالبيه اللي بيها هم شباب مو فقط كبار بالعمر. مدينه مدريد اسمها القديم هو اورس هريرا، وهاي الكلمه تعني ارض الدببه. اوكي، لان يقول لك قديما كانت بمدريد يحيط بها الغابات من كل مكان، فكانت تنتشر بها الدببه، لذلك الشعار مالتهم هذا الدب مثل ما تشوفوه قدامكم. ونفس هذا الشعار راح تلاقوه موجود على علم اتلتيكو مدريد. لقيت هذا المطعم العربي اللي احنا بيه حاليا. للامانه انا من اسافر دائما ابحث اما مطاعم عربيه او تركيه، اكثر شيء يعني خلينا نقول اشبع من افوت عندهم واكل. ما احب مطاعم يعني غير العربيه والتركيه، يعني ما اشبع عندهم، الاكل مالتهم ما يعجبني، بس العربيه والتركيه لا، يعني من اكل عندهم اشبع. وصلنا الطلب هذا مثل ما تشوفوه قدامكم. طبعا سعر هاي الطلبيه 15 يورو. اوكي، هنا الاكل مو كلش رخيص، مو مثل المانيا. للامانه المانيا ارخص نوعا ما بالاكل وافضل. اوكي، افضل وارخص بالاكل المانيا. فهذا الاكل مالتنا. فمثل ما تشوفون الى الان خلصت ب 25,000 دينار عراقي. اوكي، بس ما راح نوقف الفيديو، راح نكمل به، لان انا اعرف انه ال 25 ولا شيء، ما تسوي شيء. هنا بالعراق عندنا لا تسوي شيء، يعني الواحد يقدر بها يعيش يوم يومين ثلاثة احتمال، بس هنا باوروبا لا، الوضع يختلف تماما. بس راح نكمل الفيديو مع هذا. طلعنا من المطعم، فتت على محل مال البقالة اللي يبيع مواد غذائية، اخذت من عنده هذا العصير ب 2 يورو 25 سنت، وهذه الفلينة اللي موجود بها الكرز 1 يورو مثل ما تشوفوه مكتوب عليه. اخذت وياي وبعدها لحتى نكمل طريقنا، لان عطشان اليوم ما شربت هوايه، يعني مي او سوائل بشكل عام. بسم الله. للامانه اكثر شيء عجبني بمدريد اللي هي الحيويه اللي بيها، شيء مو طبيعي. يعني الناس اللي حاليا ساعه مثلا ب 11 وربع بالليل، ومثل ما تشوفون الشوارع صدق مليانه. اوكي، يعني منين ما تفتر موجودين عالم يمشون ومحلات فاتحه، يعني الى الان ب 11 وربع بالليل ومحلات فاتحه، سواء مطاعم كافيهات. الفرق بين مدريد وبرشلونه، اوكي انا رحت لبرشلونه، رحت مرتين وحاليا بمدريد. الفارق انه برشلونه بيها بحر، موجود هناك بحر. النقطه الثانيه البنايات بمدريد يعني شلون اجدد من البنايات ببرشلونه. يعني هنا خلي يقول البنايات كلها حديثه اكثر من هناك، والنظافه اعتقد بعشان مدريد انظف من برشلونه. واثنين حلوات للامانه، اثنين حلوات للسياحه، ويعني خلي يقول واحد تستحق انه الشخص يجيهن ويقضي بيهن كم يوم. واثنيناتن كذلك مدن حيويه سواء بالنهار او حتى بالليل، لان مدن عالميه تعتبر، يعني معروفه على مستوى عالمي هاي المدن، فيجوا السياح من كل دول العالم يجون لهاي المدن.